هيكون معانا دلوقتي باشمهندس عمر الطيبي، عضو مجلس غرفة التطوير العقاري في الاتحاد المصري للصناعات، وكمان هو الرئيس التنفيذي لشركة TLD. هنعرف منه طبعا بخبرته في السوق والتعامل مع العملاء كتير، هنعرف منه تفاصيل حابين نعرف الناس عليها. أول حاجة، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. حابة أعرف منك ايه التغيرات اللي انت شايفها في سلوك العميل عن العميل بتاع زمان؟ هو زي ما حضرتك قلتي في الأول، في شغل كتير بيتعمل على الأرض من خلال الغرفة. في الفترة اللي فاتت في شغل مع الحكومة بشكل كبير، وفي استجابة كويسة. فإن شاء الله الاجتماع بتاع النهاردة كمان يبقى مسيرة كويسة في المجهود اللي الغرفة بتعمله للقطاع ككل. زي حضرتك ذكرتي، قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات اللي موجودة في السوق المصري. بتدعم الناتج المحلي بشكل كبير، وبتوظف ناس كتير، بتشغل وراها صناعات كتير، كلنا عارفين الأرقام. فطبعا هو قطاع مهم جدا. التغيرات اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت كتيرة. احنا القطاع بيمر بتغيرات من أيام الكورونا، أو ممكن قبل الكورونا كمان، التعويم صحيح، أو تحرير سعر الصرف في 2016. فعلى مدار السبع أو 8 سنين اللي فاتوا بنشهد تغيرات كتيرة جدا. مع هذه التغيرات شكل السوق بيتغير، فبالتالي زي ما حضرتك ذكرتي العميل ممكن سلوكه يتغير. صحيح. مع توسع السوق وتوسع المنتجات، اول حاجه احنا شايفين العميل بقى على درايه اكبر بكتير جدا في السوق. بيبقى بيذاكر كويس قوي. مذاكر اكتر من اللي بيبيع له المنتج. صحيح، ده حقيقي، لان السوق كبير. صح. والمطورين، عدد المطورين كتير، والطلب عالي، والمنتجات متوفره كتير، فبقى بيذاكر كويس قوي قبل اي منتج، قبل ما يختار انهي منتج يستثمر فيه او عايز يعيش فيه، سواء هو حسب المنتج اللي هو بيشتريه. الجزئيه الثانيه اللي بنشوفها برضو هو التوجه الاكتر للمشروعات القائمه، او ما يعادل ده لتعزيز الثقه. المطورين الملتزمين، المطورين اللي بيسلموا حاجتهم في مواعيدهم، اللي سمعتهم قويه، بقى ده بالنسبه لاي عميل النهارده هو اهم عنصر. والحمد لله احنا زي ما قلنا القطاع بتاعنا قوي، فالمطورين دول بيمثلوا يمكن 95% من المطورين الموجوده في السوق كله. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك سؤال تاني. دلوقتي معطيات السوق والاسعار خلتنا او اجبرت المطور العقاري على ان هو يقلل المقدمات ويطول فتره السداد لسنين طويله. مظبوط. فطبعا هو كويس للعميل، بس ضغط على المطور في ان هو بقى محتاج ان هو يعني يبني من ملاءته الماليه، لانه القسط دلوقتي بقى رقم صغير. مع طول السنين القسط بقى رقم صغير، ما اقدرش ابني مشروع بالقسط. فاصبح ان انا محتاج استخدم راس مالي في بناء المشروع. صحيح. هل شايف انه ده ضغط على المطور، وهل في حاجه تحافظ على سيوله المطور ان هو يقدر يكمل المشروع للاخر؟ حضرتك الموضوع ده مربوط بملف مهم جدا بيتم مناقشته بقاله سنين، وما زلنا في الغرفة عندنا إصرار إن احنا نكمل شغل فيه، وإن شاء الله نحققه إن شاء الله في وقت قريب، وهو التمويل العقاري للعميل. تمام. النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها هي سببها إن المطور بيحاول يغطي الفجوة في القوة الشرائية بتاعت العميل. صح. ان لو حضرتك بصيتي على اي سوق عقاري في العالم كله، مفيش مطور بيقوم بالدور ده. ده الدور بتاع التمويل العقاري، سواء من البنوك او من المؤسسات الماليه. دلوقتي المطور العقاري بقى بيلعب الدور ده. المطور العقاري بقى بيلعب بالدور ده، وبقى دور مش دوره، وبقى مخاطره المطور بياخدها كبيره جدا. صح. وبيضطر يتحوط منها بشكل كبير. وفي الاساس الهيكلي للعمل، او الاساس الهيكلي للبزنس، ده مش الدور بتاعه او السكوب بتاعه. دي حقيقه، لدرجه انا بتوقع انه اكيد ما فيش مطور داخل على مشروع وهو مش عايز يخلصه او مش عايز يسلمه، بس لو هو مش دارس صح قوي وعمل الفترات الطويله دي ممكن ما يقدرش يكمل للاخر. ده حقيقي. هقول لحضرتك بطريقه تانية، انا باؤكد لك ان اي مطور بيخش اي مشروع بيبقى هدفه الاولاني يخرج من المشروع باسرع وقت ممكن، عشان يقدر يسلم العملاء بتاعته، وبالتالي بيتفتح له فرص تمويليه اكبر، ويقدر يكمل
في المسيره بتاعته وهي التطوير. هنرجع تاني لاصل الموضوع، ان المطور دوره انه يطور، انه يبني، يساهم مع الدوله في بناء مدن، في بناء مجتمعات تجاريه وسكنيه وترفيهيه. هو ده دور المطور. ولكن بسبب التغيرات الكتيره اللي اتكلمنا عليها من شويه، تغيير سعر الصرف، الكورونا، رفع الدعم عن الطاقه، كل ده بيؤدي الى ارتفاع التكلفه. صحيح. ده من ناحيه المطور. ومن ناحيه العميل او المستهلك بيقدم الى ضعف في القوه الشرائيه. لان هو كان مثلا لو قسطه 50 في الشهر اصبح فجاه قسطه 200 في الشهر، فالمطور اضطر يطول الفتره عشان يخليها 100 في النص، عشان يخليها 100 عشان يتناسب مع القوه الشرائيه بتاعت صحيح. العميل. المطور العقاري مضطر يروح لحلول مبتكره. أيوة. النهارده المطور العقاري لما بيمد السنين من ناحيه، لازم بيشوف حلول لسد الفجوه التمويليه عنده من ناحيه اخرى. صحيح. زي حضرتك قلتي موارد ذاتيه، ده اتجاه تاني ممكن يبقى قروض من البنوك. اتجاه ثالث ممكن يبقى هو اللي ياخد تمويل، توريق من محفظه الشيكات اللي عند المطور. فالمطور هو اللي بياخد تمويل هنا عشان يسد. وفي مطور بيقع في مشكله انه ياخد من مشروع تاني، دي لو المشروع مش منتهي. أيوة. مش كده قلت لحضرتك، هو اول هدف عند المطور ان هو يخرج من المشروع صحيح. بتاعه صحيح. بسرعه جدا. فالنهارده بقى في فجوه في السوق بين تاني القوه الشرائيه بتاعت العميل والتكلفه اللي زادت عند المطور. فزياده السنوات في الاقساط لو مش محسوبه كويس قوي بتؤدي طبعا طب حضرتك ذكرت زياده التكلفه اكتر من مره. صحيح. ده معناه ان المنتج العقاري هيزيد الفتره القريبه، ولا هتقدروا تستحملوا شويه كمان في ان احنا نثبت سعر العقار؟ احنا متوقعين زياده في على الاقل 15 ل 20%. لان احنا بنواجه النهارده 15% تقريبا فرق عمله في تحرير الصرف الاخير. او مش هقول تحرير الصرف، لان احنا النهارده بقينا في نظام فعلا مرن. فلما كان الدولار عند سعر معين وحصل شويه ارتباكات لوجستيه بسبب الحرب، ابتدينا نشوف سعر صرف بيتحرك، وده شيء طبيعي وشيء صحيح. منطقي في ظل الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت. اضافه الى ده الحركه اللوجستيه بسبب المشاكل في مضيق هرمز، وبالتالي قناه السويس دي بتاثر على العالم كله في السبلاي تشين انفراستراكشر كامل. فده بيؤدي الى ارتفاع تكلفه في كل مواد الخام. ومتهيألي بتأثر بشكل مباشر على المواد اللي بتستخدموها لبناء المشروع. بقول لحضرتك اللي بيحصل ده بيأثر على المواد الخام بشكل كبير جدا. اول ما المواد الخام بتتأثر، كل المدخلات بتاعه العقار بالذات بتتأثر. وفي غير التكلفه برضو في صعوبه ممكن يواجهها المطورين بشكل كبير الفتره اللي جايه، وهي توافر الخامات قبل وجود سعرها. مشكلتنا طبعا مش هنزيد ولا لا، مشكلتنا اصلا نكمل انشاءات. طبعا مش مشكلتنا نكمل انشاءات على قد ما هي توافر الخامات والمدخلات اللي بتبقى في الانشاءات. طيب احنا يا باشمهندس عمر يعني نقدر نقول انه حل التمويل العقاري هو اللي هيعدل المعادله كلها للعميل وللمطور وللدوله. صح. فالتمويل العقاري لو غرفه التطوير العقاري ملف مهم جدا جدا قدرت ان هي تنجح فيه الفتره الجايه، ده تقريبا هيزيل عقبات كتير احنا ممكن بنشوفها. الحاجه الثانيه اللي عرفناها من باشمهندس عمر ان هيحصل زياده متوقعه في القطاع العقاري او في السوق العقاري او في المنتج العقاري بنسبه من 15 ل 20%، وده تقريبا بيبقى وقت كويس قوي للاستثمار مع المطور اللي ليه تصنيف في الغرفه عشان الناس تبقى مطمنه. انا بشكر حضرتك، نورتنا النهارده، وعارفين ان انت عندك اجتماع مهم، فمش عايزين نطول على حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا.